اسامي بنات وولاد دايما محسودة في الحب. الاسماء ديت يا جماعة لو اسمك موجود فيهم فانت بجد علاقاتك بتبوظ بسبب الحسد. الحسد عندك مميت جدا بالذات في العلاقة. بتكونوا كويسين جدا جدا مع بعض وفجأة تلاقوا العلاقة تشقلب حالها ومش فاهمين ايه السبب. وللأسف السبب هو الحسد. فلو انت لقيت اسمك في الفيديو ده خلي بالك لان الحسد بيدمر علاقتك العاطفية تدمير ذاتي. المشاكل اللي حاصلة الفترة ديت في علاقتك العاطفية مش خناقات عادية، دي مشاكل حسد. التعب النفسي اللي انت حاسه في علاقتك العاطفية وحاسس ان انت خلاص مش قادر تكمل العلاقة، وحاسس ان انتوا لازم تفترقوا. وحاسس ان لا كفاية كده، انت تعبت وصبرت عليه خلاص او صبرت عليها. كل ده بسبب الحسد اللي حواليك. للأسف حسدوكم لأنكم انتوا كنتوا فترة حلوين جدا مع بعض، وكمان انتوا من الناس اللي بتحب تبين قدام الناس ان هي واو، حياتها بدون مشاكل، ما فيهاش مشاكل خالص. فللأسف الحسد اتمكن منكم واتمكن من حياتكم ومخلي حياتكم 24 ساعة مشاكل. ممكن تتصالحوا في وقت وبعد كده تلاقوا نفسكم اتخانقتوا تاني ومش عارفين ايه السبب ولا عارفين ليه. ومن اصغر حاجة يعني ممكن بتسلم عليك تتخانق معاها، بيسلم عليك تتخانقي معاه. اصغر حاجة بقيتوا بتعملوا بينها مشاكل. بجد الاسماء دي تعبت والفترة ديت في واقعة وحشة جدا بينهم وبين الحبيب. يعني بجد الله يكون في عونكم. انا عايزه اقول لكم ان انتوا طبعا الحسد دوت هيروح باذن الله، لان ربنا مش هيرضى ان انتوا تبوظوا حياتكم بالمنظر ده. بس كل مطلوب منك ان انت دايما تشغل رؤيه شرعيه، تهدي اعصابك شويه، بلاش يعني بلاش الفتره دي. انا بقول لك ان انت محسود فبلاش تتعصب زياده عن اللزوم، اهدى شويه عشان تعرف تتاقلم مع حياتك، تتأقلم مع الحسد. اقرا قرآن كتير عشان الحسد ده يبعد عنك وان شاء الله يعني ما يفضلش ماسك في حياتك ويبوظها اكتر من كده. وخلوني اقول لكم الاسماء اللي دايما بيتحسدوا بقى من الحب ودايما حياتهم بايظه ودايما علاقاتهم العاطفيه ممكن تتدمر بسبب الحب. واولهم مريم، ساره، ندى، مي، روان، جود، سلمى، آية، دينا، رنا، نرمين، شهد، منى، حنين، هالة، فرح، تقى، بسملة، ريم، ملك. في الأولاد محمد، كريم، يوسف، عمر، أحمد، ريان، حسام، زياد، ياسين، علي، مازن، سيف، تامر، آدم، فادي، خالد، أمير، إياد، إبراهيم. خلوا بالكم بجد. قولوا لي بقى انتوا اسمكم موجود ولا لا. خلص الكلام، سلام.